اليوم حبيت نتكلم في الجانب الرياضي. اليوم حبيت نعطي رسالة مباشرة لشريف ملال، رئيس شبيبة القبائل. شوف واش راح نقول لك. أنا بصفتي من الناس اللي نحب فريق شبيبة القبائل، فريق كبير وفريق تاع ألقاب وفريق مسموع على المستوى العالمي. شبيبة القبائل فريق كبير بزاف بزاف بزاف. دوك حنا واش راح نقولو كي شريف ملال، انت جيت الناس دارت فيك الثقة ودارت فيك الامال واستبشرت بك خير، قلت بلي انت جيت شبيبة القبائل باش دير فريق كبير وتمشيه على طريقة احترافية وتجيب الاموال ودير مركز رياضي تاع شبيبة القبائل وتجيب الالقاب هذا قاع ما صراش، هذا كلش خرطي في خرطي. ودوك بسببك حبيت دير لنا فتنة كبيرة في بلاد قبائل. بلاد قبائل ناقصة مشاكل، بس زيد ديرنا انت ديرنا مشاكل. خرجت لنا شريف حناشي من باب الضيق، ربي يهديك انت واللي تبعك. شريف حناشي ربي يرحمه، انسان فاضل وانسان محترم وانسان مولا خير وانسان يحب الزوالي. والالقاب اللي جابهم في شبيبة القبائل تقعد انت 5000 سنة ما تجيبهمش، وحبيتو تخرجهم من لابتيت بوكت كما يقولوا بالقاورية، من الباب الضيق. وسبحان الله كما تدين تدان. شوف حناشي محكم شبيبة القبائل قبل 30 سنة 20 سنة و30 سنة 25 سنة وحكمها رئيس وجاب الألقاب. انت دوك ولات عام ولا عامين ولا 3 سنين ما درت والو، ما جبت ألقاب، ما درت مركز رياضي، ما درت والو كلش خرطي. سوء تسيير تتنحي تجيب بوزيدي. نعطيك مثل باش تعرف بلي انا نتبع البالون. جيب بوزيدي دار نتائج ما خسرش، وعلى تنحيه تبغوا نجيبوا القاوري، جايب القاوري وعطلو الدراهم، عطلو الشكاره، بزعوا الدراهم تاع شبيبة القبائل. خاطر علاه ماشي دراهمك، دراهم الدولة الجزائرية، وتقول احتراف ما كان احتراف ني والو، كلش خرطي كلش خرطي. الاسم احتراف، هذاك الاحتراف اش هذه البطولة هذه تاع الخرطي هذه غير في اجور اللاعبين يديو دراهم بزاف. يبقى قال ما كان احتراف ني والو، قاع بسبونسور واموال الدولة. وانا من هذا الباب غير عاودوا رجعوها بطولة هوات، مادام قاع الفريق يطالبوا شركات وطنية، ما كاش احتراف. انا جوار نخلصوا 200 مليون ولا 300 مليون في الشهر وما يدخليش دينار واحد فايدة، واش ندير به؟ اما لا دوك انا نقول لك اجبد روحك من شبيبة القبائل، استقيل، خير ما تخرج مدلول، خير ما تخرج ماشي من باب الضيق. بلاد قبائل ماشي ناقصة مشاكل. يهديك ربي، استقيل وخلي الناس واحد اخرين يخدموا. انت شديتها مدة ما نجحتش، ما وفقكش ربي، اجبد روحك. دخل غير في الصراعات وفي المشاكل، ما تعرفش لي كوليس، ما تعرفش كيفاش تسير البطولة الجزائرية. مشاكل مع العليق، مشاكل مع لا فيديراسيون، مشاكل مع الدنيا كامل. ودوك هذاك كاع التفاهات انا عندي. ودوك عندك مشكل مع شباب منطقة القبائل. خويا قالوا لك روح ماشي بعد الشر حتى الله يسترنا تولي ما يحمد عقبه على جالك. خلاص هو الشعب كرهك، خاطر الشعب يشدك على لسانك. وعدت وما وفيتش، خلاص كي وعدت وما وفيتش خلاص. وانا على بالي كاين بعض الشباب من شبيبة القبائل او يأنبهم الضمير على واش داروا محمد شريف حناشي، اللي اداو محمد شريف حناشي وسبوه وهانوه. واش قدم شبيبة القبائل من الالقاب؟
انت حبي تقارن روحك بموحد شريف حناشي او باك بين سما والله، راك حبي تقارن روحك بحاجه ما تقارنش. انا راني نصيحه مني لوجه الله، استقيل وخلي منطقه القبائل مرتاحه، البلاد ماهيش ناقصه، وخليو يجي اي واحد قادر على شقاه وما يوعدش وما يوفيش، امشي قيسك. هذاك يا غيشان قال لك انا قادر على شقايا، الشعب حبوه اعطيوها له يخدم وحاسبوه. اجبد روحك يا ملال، الوجه ربي يجبد روحك، استقيل، خلي الانصار تاع مدينه تيزي وزو ومنطقه القبائل ترتاح. انت عطيت وعود ما وفيتش بحتى عهد، استقيل، ما فيهاش عيب، ما وفقكش ربي ما فيها والو، استقيل. احنا لازم اونطغينور كان داير نتائج مليحه وعلى تحوزو، بوزيدي كان داير نتائج مليحه على تحوزو، هاكي جبت الاخر، واش راح دير؟ خساره مو خساره. باك كي ربحت الماتش هذا باك خلاص، ماشي بيت القبائل فايق تاع عقاب، فايق تاع تكوين. هاني نصيحه اجبد روحك، اجبد روحك، مشى بيت القبائل. السلام عليكم.